لقيت التعفن الدماغي ينتشر فجأة. ساعة اللمة دي ساعة محتاجة سماع ساعة. حد سأل نفسه في يوم ليه بقى تركيزنا أقل من زمان؟ أو ليه كل مرة تمسك فيها التليفون تدور على حاجة تلاقي نفسك ضيعت ساعة من عمرك في ولا حاجة؟ تبقى داخل تذاكر فجأة حد يبعتلك رسالة تخش تشوفها تلاقي نفسك في التيك توك وعمال تقلب في فيديوهات غريبة. بعدين تسأل نفسك هو في ايه المشكلة دي؟ هل فعلا المخ بقى أضعف من زمان ولا في حاجة تانية بتحصل؟ الموضوع ببساطة إن الحالة دي اسمها التعفن الدماغي أو البرين روت. ده مش مرض طبي، مش تشخيص قاله دكتور، ده مصطلح انتشر على الإنترنت ويوصف بيه إن الشخص بيقضي وقت طويل جدا في استخدام المحتوى السريع والسطحي لدرجة إن تركيزه قل بقى عصبي في أي حاجة عادية. ليه حصل ده؟ بسبب المحتوى السريع، ريل أو شورت أو فيديو على التيك توك. مخك بيستقبل كم هائل من المعلومات في وقت قصير جدا. كل مرة بتشوف فيديو جديد أو حاجة عجبتك مخك بيفرز مادة اسمها الدوبامين، وده مسؤول عن السعادة والمكافأة السريعة. ومع الوقت لما تيجي تذاكر أو تقرا كتاب تحس إن الموضوع بقى ممل جدا وتتجه للتليفون على طول. عايز تعرف إزاي تقلل التعفن الدماغي؟ حدد وقت معين، مثلا 20 دقيقة، اعمل حاجة فيها تركيز، تقرا كتاب أو تذاكر، وحاول ما يكونش جنبك الموبايل وتبعده عنك بأي طريقة. وحاول كمان إنك تعلي الوقت ده لحد ما يوصل لساعة، ده يكون أحسن ليك طبعا ومفيد جدا ليك. التعفن الدماغي مش مجرد حكم نهائي، هو نتيجة لعادات اتعلمها مخك، وأي عادة ممكن تتغير. وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وده الموضوع ببساطة. السلام عليكم.